السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي الحلوين عاملين إيه؟ النهارده حلقة جميلة جدا، وإن دي جولة جميلة جدا، وجولة يعني مش عارفة أقول لكم إيه. في بيت باربي، بس إيه طبعا من تأليف وصنع أختي الصغيرة، والشكل الجميل اللي هي عاملاه. ويا ريت تبعتوا لي في التعليقات إيه رأيكم في البيت بتاعها، وتقولوا لي البيت بتاعي أنا أحسن ولا بتاع أختي أحسن. كده الجاردن اللي هي عاملاها يعني بكل تفاصيلها. طبعا احنا هنا الجاردن بص جميله جدا ازاي. ده طبعا الارض هنا النجيله الصناعيه اللي احنا جايبينها، يعني منظر الحديقه روعه روعه روعه. وده الحصان بتاع ستيسي زي ما انتم شايفين الجميل اللي هي عاملاه. طبعا الكراسي احنا مشاركين مع بعض في كل حاجه. انا بعمل الصنع وهي بتحاول تعمل الديكورات والحاجات الجميله جدا اللي هي الافكار، ان هي رسامه فنانه رائعه طبعا. اصحاب باربي دي طبعا عندي في المسلسل بتاعي مامة كين زي ما انتم عارفين. وده كده الكلب اللي هم بتاع اسره باربي وكده عندها. وده طبعا عبود صاحب عبود اللي انتوا عارفينه طبعا عندي عاملاه. ده كده المطبخ اللي هي عاملاه. ده كده البوتاجاز بالمطبخ من تحت زي ما انتوا شايفين، ودي الرخامه من فوق، وده الحوض والحنفيه. ودي طبعا الاطباق والحاجات اللي جت مع اللعب بتاعتنا قبل كده. وده طبعا الخلاط بتاعي اللي انا كنت عاملاه. وان شاء الله اعمل لكم حلقه تانية للخلاط والتوستر اللي انا عملتهم. عايزه اوريكم بيتعملوا ازاي، يعني اللي ما شافش الحلقه معايا بتاعنا اهو. وده طبعا الفرن اللي انا كنت عاملاه قبل كده معاكم في الارض زي ما انتم شايفين. ودي طلبات السوبر ماركت اللي هي اشتريتها. دي طبعا حاجات هوريكم ان شاء الله، هعمل لكم حلقه وهوريكم انا عملتها ازاي. يعني الحاجات دي يعني هي اللي عملتها اختي، بس هوريكم اتعملت ازاي، واصلا من الاساس احنا صممناها ازاي. يعني فين ده الدور الارضي بتاع البيت اللي هي عاملاه. ده المطبخ. وطبعا الكرتونه لما هي عاملاها عامله كرتونه عاديه كده زي ما انتم شايفين، وبعدين جت من هنا قصت الكرتونه من الجنب من هنا حته صغيره يا دوبك حوالي 15 سم، وبعدين دخلت بالمطبخ لجوه كده. يعني كملت الكرتونه من جوه بشكل تاني، اكن يعني ايه المطبخ جاي ايه الداير ما يدور كده بالشكل ده كده، اكن مربع من جوه كده داخل لجوه، حاطه فيه السفره زي ما انتم شايفين الشكل ده كده. ده كده الاوضه من الاوض يعني الليفنج روم او اوضه المعيشه بمعنى اصح اهو. طبعا الكنبه دي اللي احنا صممناها قبل كده معاكم. ودي الكنبه التانيه. ودي طبعا الطقم اللي انا كنت عاملاه للعروسه باربي، ولبسته للعروسه دي طبعا زي ما انتم شايفين. ايه رايكم؟ كده ده المطبخ من تحت زي ما انتم شايفين. وده كده اوضه المعيشه بالشكل ده كده. ده الجاردن زي ما وريتكم تحت. الشغل ده كله تحت اللي هو المطبخ والجاردن، دول تحت في الدور الارضي من البيت اللي هي عاملاه. وطبعا دي اوضه المعيشه فوق اهي. ودلوقتي هندخل على اوضه السكيبر. كده اوضه السكيبر اهي. طبعا السكيبر قاعده طبعا تفكر في النتيجه بتاعه الامتحانات بتاعتها، يا ترى عملت ايه. انتوا شايفين اهو. طبعا متقسم لقطعتين، قطعه اوضه معيشه وقطعه بتاعه اوضه السكيبر زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي هنطلع بقى على الاوضه بقى الجميله جدا جدا جدا، اوضه العروسه الجميله باربي. ويلا بقى المفاجاه الجميله جدا، الاوضه الروعه جدا جدا جدا، اوضه باربي. ايه رايكم؟ ايه رايكم فيها؟ طبعا باربي هنا قاعده ومعاها البوبي بتاعها، وقاعده على السرير بتاعها زي ما انتم شايفين. وطبعا دي الديكورات اللي اختي عاملاها. انا قلت لكم ان هي بتعرف ترسم، فده لوحات هي عاملاها مصمماها في الاوضه بتاعت باربي بالشكل ده كده اهو، فاشون. وده طبعا الرسومات اللي هي رسماها بالشكل ده كده. نشيل باربي خالص واوريكم الرسومات اهي. لوحات جميله جدا جدا، ده بالبوبي بتاعها زي ما انتم شايفين. الشباك بتاع باربي بالستاره زي ما انتم شايفين كده. وده البيانو، الحاجات الالات الموسيقيه بتاعت باربي. الكرسي بتاع البيانو اللي هي بتقعد عليه تعزف البيانو. ودي كده الات موسيقيه بتاع باربي. دي الستاره بالشباك. الغرفه جميله جدا ومصممه بطريقه روعه. ايه رايكم؟ دي الشماعه بتاعه الهدوم بتاع باربي معلقه عليها الشنطه زي ما انتم شايفين. وده الزرع اللي في اوضه باربي. ودي طبعا التسريحه بتاعه الاوضه بتاع باربي بالشكل ده. طبعا تسريحه يعني مش عارفه اقول ايه هي. المنظر العام بتاع الاوضه جميل جدا، والتصميم روعه، والديكورات جميله جدا. انا بيعجبني صراحه افكارها روعه جدا. وده طبعا الجيتار بتاع باربي زي ما انتم شايفين كده. دي الاوضه بتاعه باربي من بعيد اهو. الاوضه عشان تبقى كامله وتشوفوا انتوا الديكورات اللي هي عاملاها وتقولوا لي رايكم في التعليقات بتاعها روعه. دي كده اوضه سكيبر. ودي اوضه باربي بالشكل ده. ودي اوضه المعيشه زي ما انتم شايفين. ده طبعا الجاردن، انا بصور لكم من بعيد ومن قريب عشان تشوفوا كل حاجه. ده كده المطبخ بتاعنا. ايه رايكم؟ كده التصوير من فوق كده المطبخ بالشكل ده من فوق. ايه رايكم في المنظر؟ ايه رايكم؟ ده طبعا اوضه المعيشه زي ما انتم شايفين كده. ودي اوضه سكيبر واوضه باربي والجاردن بتاعتنا.
ايه رايكم في البيت بتاعها؟ ده كده منظر البيت كله زي ما انتم شايفين من بعيد، يعني ده الجاردن زي ما انا وريتكم، وده المطبخ بالشكل ده كده اهو. ودي طبعا الاوضه اللي فوق، اوضه المعيشه، ودي اوضه سكيبر، ودي اوضه باربي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وابعتوا لي طبعا في التعليقات زي ما انا قلت لكم كل حاجه انتوا عايزينها، انا ان شاء الله هعملها لكم. ده طبعا الجوله جميله جدا، عجباني جدا جدا فكره البيت بتاعها بالديكورات بتاعت غرفه باربي بالذات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.